انا عندي سؤال محيرني. هل انتوا من النوع اللي لما بتيجوا تسافروا بتحطوا الحاجه بالظبط اللي انتوا عاوزينها في الشنطه، فبالتالي بتسافروا بشنطه صغيره على قد الرحله، ولا بتحطوا كل حاجه قدامكم وبعدين لما تروح هناك بقى تشوفوا عاوزين تلبسوا ايه؟ عشان انا بصراحه يعني من النوع التاني، ان انا ببقى عارفه انا عاوزه يعني رايحه كام يوم، بس كل شويه احس انه طب افرض الدنيا بردت، طب افرض الدنيا حررت، طب افرض في حاجه بالليل تتعمل لازم البس كذا مكعب، طب افرض الصبح شبشب، طب افرض مش عاجبني اصلا الطقم ده. يعني سيمبل، انا مش عايزه البس الطقم ده دلوقتي، مش في يعني مش في المود ان انا البس هو قدامي، بس هو مش عايزه اضطر البسه عشان هو قدامي. عارفين الاحساس ده، ان هو انا مش عايزه اضطر البسه عشان انا جبته وخلاص، لا يعني طب افرض انا عاوزه البس حاجه تانية. انا مزاجي بقى دلوقتي ان انا البس جيب وتوب، بس انا ما جبتش جيب عشان جبت بنطلونات، عشان ساعتها كنت حاسه انه خلاص هما 3 اطقم وخلاص. بس انا حاليا عاوزه البس جاكيت مثلا جلد، ما جبتش جاكيت الجلد عشان قلت اما البس القماش والبس فوقيه تحتيه فستان. يعني فاهمين الموضوع؟ موضوع محير جدا وملعبك جدا. ففي الاخر بقى بعد ما بقرر اجيب كل حاجه معايا في الشنطه، بكتشف انه برضو في حاجات ناقصه لسه ما جبتهاش. فدي مشكله مين؟ قولوا لي.